السلام عليكم وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة معاكم فطار رابع يوم رمضان. ده أول يوم أفطر في شقتي، لأن أول يومين فطرت عند حماتي، وتاني يوم كنت معزومة عند أخويا. طبعا طلعت شقتي هقول لكم عملت ايه المخلل اللي أنا خللته والعصير، وفطاري كان عبارة عن ايه. أول حاجة دخلت المطبخ، طلعت البتنجان بتاعي من التلاجة، كان عندي شوية بتنجان عروس وطلعتهم. أنا بحب كل حاجة أحطها في التلاجة قبل طبعا يعني بالاسبوع بجيب الحاجة. وهتمسكي البتنجان كده تشيلي الام، وبعد كده هتجيبي حبة ملح عشان ميشربش معاكي زيت، وهت كده من جوه ومن بره. وبعد كده يعني تغلفيه بالملح، ما تخافيش مش هيملح معاكي. هي المادة ديت هتشيل المية اللي بتبقى في البتنجان اللي هي بتشرب الزيت. وفي مصفى كده وتحطي تحتها طبق هتنزل معاك كمية مية. هنا طلعت شوية هرسة شطة، وطبعا التوم المهروس، وشوية خضرة برضو انا مفرزة الحاجات دي كلها. واحط هنا التوابل المشكلة بتاعتي، كزبرة وكمون وفلفل اسود وحبة ملح طبعا، وادي الليمونة معايا وحبة خل. دي الخلطة اللي انا هعملها. وطبعا مع البتنجان اللي انا هقليه جنبي كنت بقلي، هقلي معاه طماطمايه صغيرة عشان احطها على الخلطة اللي انتوا شايفينها دي. تمام. بعد كده انا قليت البتنجان وخلصت، طلعت طبعا الطماطمية وانا بقلي ههرسها معاهم. بتدي طبعا التتبيلة طعم جميل جدا، احسن من ان انت تعملي تسبيكة وتطش التوم والكلام ده. وطبعا البتنجان بعد ما خلص اديني خللته وركنته على جنب. شوية جزر عندي وقلت بدل ما ارميهم اعمل بيهم شوية مخلل. انا عاملة طبعا مخلل ليمون قبل رمضان، ده هياخد معايا 3 ايام. وهنا طبعا بعد ما قطعته هنا برضو شوية انا فرمتها قدامكم. وهنا طبعا دي الشطة انا مجففاها عشان تدي طبعا احنا بنحب المخلل سبايسي. والشطة دي مادة حفظ معاكي، هتعبيها في المطرمنات، تكوني غسل المطرمان كويس جدا وحطيت في علبة تلاجة اهي عشان شوية فاضوا. لو عندك مطرمان واحد ممكن تحطيه فيهم. وبعد كده هتغطي طبعا وتركنيهم على جنب. بعد 3 ايام هتفتحي عليهم. بعد كده بعد ما خلصت المخلل قلت اعمل العصير جنبي. هنا ده لبن امي بتبعتولي في البلد، لبن عادي. اول حاجه هتغلي اللبن، وبعد كده طلعت الفراوله اللي انا مفرزاها معاكم. وحط طبعا السكر حسب الرغبه، واللبن اهم حاجه يكون بارد تماما. وهتفرمي طبعا الفراوله باللبن. ده كان العصير. تمام. هنا كنت بس بوريكم سمك اللبن عامل ازاي، قصدي الفراولة او الزبادو زي ما تسموه. هنا طبعا هعبي الازازة لان انا قبل الفطار يعني احطها في التلاجة، وقبل الفطار طبعا هعمل. خلصت وركنتها على جنب. وجيت هنا بقى ايه، قشرت بطاطسايه بطاطس وتبلت البانيه بعد ما وحطيته في الفيجيتار، وبحطه هنا على كيس عشان يشرب التتبيله. كنت بوريكم البتنجان. وطبعا كنت عامله الصلصه ومفرزه معاكم بطلعها، وسلقت المكرونه. ودي طبعا هنا شويه سلطه، والليمون دوت انا كنت عاملاه معاكم، الجزر والجزر اللي خللناه. وطبعا الليمون المعصفر دوت انا كنت مخللاه معاكم قبل رمضان. وده طبعا كان فطاري رابع يوم رمضان. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك واستنوا طبعا يومياتي. وهنا طبعا قبل ما المغرب يأذن. وده كانت طبعا الاجواء اللي انا كنت عاملاها. طبعا لو عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتركوا لي في القناه واستنوا فيديوهات تانية كتير.